بيع رخيص اكسب قليل. الصبر والأمانة والتجارة مع ربنا، دول كانت الوصفة السحرية لنجاح أي مشروع. ركزوا معايا، أنا مش بتكلم على مسلسل الوصفة السحرية. تعالوا بينا أحكي لكم على قصة كفاح الحاج محمود العربي صاحب توكيل توشيبا العربي. الحاج محمود العربي اتولد سنة 1932 من محافظة المنوفية، وكان من أسرة بسيطة جدا على فكرة. بدأ أول مشروع ليه ب30 قرش. والله زي ما حضراتكم سمعتوا كده، لا وكمان وهو عنده 5 سنين ادى لاخوه 30 قرش كان محوشه، وقال لاخوه هاتلي بالفلوس دي شوية لعب على بومب على الكلام ده كله قبل العيد. وفعلا اخوه شغال في القاهرة، وهو راجع جابله بالمبلغ اللي هو طلبه شوية لعب. راح يعمل بيهم ايه؟ راح فرشهم قدام البيت، وبدأ يوم العيد يبيع لاصحابه للناس اللي طالعة من صلاة العيد. فجمع مبلغ كويس يروح يصرفهم، لا ما عملش كده، عطاهم لاخوه تاني، وفضل يعيد السايكل دي لحد ما وصل لسن 10 سنين. وساعتها بقى قرر ان هو يسافر القاهرة يشتغل مع اخوه. وفعلا اشتغل في محل ادوات مدرسية اللي هي بقى بتبيعوا الكشاكيل على الاقلام على الكلام ده كله، مع راجل طيب في الموسكي اسمه عم رزق. الراجل ده كان ليه استراتيجي في البيع، هي ان هو يبيع بهامش ربح قليل ويكسب كتير. وفعلا فضل شغال معاه لمدة 7 سنين. وبعدها بعد ما الحاج محمود اخد كل الخبرة الممكنة من المكان، قرر ان هو يودع عم رزق ويروح لعم عبد الفتاح، اللي بالمناسبة هو برضو شغال في الموسكي وشغال في الادوات المدرسية، بس بدل ما يشتغل في قطاعي قرر ان هو يشتغل في الجملة. وفعلا فضل مع عم عبد الفتاح لمدة 15 سنة كاملين، لحد ما قرر هو وواحد صاحبه ان هما يفتحوا محل ليهم كده، محندق صغير. بس كانت فيه مشكلة كانت مواجههم، راس المال. الحقيقة ان هما ما كانش عندهم راس المال اللي يكفي ان هما يأجروا محل. فقرروا ساعتها ان هما يدوروا على شريك ليهم هو يدفع راس المال، وهما بالخبرة اللي هما واخدينها. وفعلا فضلوا يدوروا لحد ما وصلوا لأخين معاهم راس المال المناسب، وراحوا وفتحوا المحل وابتدوا يشتغلوا. بس للأسف بعد تاني يوم من افتتاح المحل حصل للحاج محمود حاجة ما كانتش تيجي على البال والخطر. صاحبه تعب فجأة واحدة، وابتدى ان هو مش قادر ينزل معاه المحل. فأول ما الأخين اللي كان معاهم راس المال عرفوا، راحوا للحاج محمود وقالوا له انت لازم نطلع صاحبك ده من الشراكة، هو ما عملش حاجة. راح الحاج محمود وقف لهم وقال لهم مستحيل، انا هشتغل بشغلي وشغل صاحبي، لكن ما يطلعش ابدا من الشراكة. وفضل على الحال ده لمدة 2 سنين لحد ما صاحبه توفى. وساعتها هو قرر ان هو يفتح محل جديد ويبعد عن الاخين ويفك الشراكة معاهم. وفعلا دور على محل جديد وفتحه، ونقل نصيب اليتامى معاه في المحل الجديد. ابتدى الاخين بقوا محتاسين، مش عارفين يعملوا ايه، عايزين يخلصوا من المحل، مش عارفين ان هما يبيعوا ولا يشتروا. فعرضوا على الحاج محمود ان هو يشتري المحل. الحقيقة ان الحاج محمود قال لهم كان على عين، بس انا لسه داخل وشاري محل جديد، انا مش هقدر، معيش سيولة. المهم الحاج عبد الفتاح حاول ان هو يحل ما بين الطرفين، وفي الاخر انتهى ان هما هيبيعوا للمحل، بس في مقابل ان هو هيكتب لهم شيكات على نفسه. وفعلا ده اللي حصل، وابتدت الدنيا حلوة معاه، وابتدى ان هو يشتغل هو واخواته، وكبر الاستثمار بتاعه لحد ما طلع قرار
في 1973 قررت الحكومة إن هي اللي هتوزع بنفسها الكراريس على الطلاب. وطبعا اتعرض الحاج محمود واخواته لأزمة مالية صعبة جدا. ساعتها أخدوا بالهم إن بدأ التجار إن هم يستوردوا أجهزة كهربائية، غسالات، على تلفزيون، على راديو من ليبيا والكويت والسعودية، وبيجوا يبيعوها هنا في مصر. فقرر الحاج محمود هو واخواته ان هم يعملوا كده، وبدأوا فعلا يستوردوا مراوح على غسالات ويبيعوها بنفس الاستراتيجي اللي هو متعود عليها وتعلمها من عم رزق، بيع بسعر قليل تكسب اكتر. وفعلا فضل كده لحد ما قرر الرئيس أنور السادات بعد الحرب ان هو يعمل الانفتاح. فابتدى كل التجار الكبار يدوروا على توكيلات علشان يدخلوها مصر. والحقيقة برضو الحاج محمود مسكتش، هو برضو فضل يدور، بس ما وفقهوش الحظ ان هو ياخد توكيل، لحد ما جه راجل ياباني اسمه أندو. الراجل ده كان جاي يتعلم اللغة العربية في الأزهر. الحقيقة ان هو ما كانش جاي يتعلم اللغة العربية، هو كان جاي بيدرس السوق المصري ويشوف مين اللي ممكن ياخد توكيل توشيبا. والراجل وهو في الموسكي سمع عن الحاج محمود العربي، وازاي ان هو راجل امين وحافظ على مال اليتامى. فكل الحاجات دي خليته يحس ان هو ده اللي يصلح ان هو ياخد توكيل توشيبا العربي. وفعلا رشح اسمه هناك للمركز الرئيسي بتاع توشيبا. الحقيقة بعديها فترة كده نزلوا عشان يعملوا معاينة للمكان، وللأسف الوضع ما كانش عاجبهم خالص، وشافوا ان قد ايه ان المحل بسيط، وان المحل ده لا يصلح ان هو ياخد براند زي براند توشيبا. بس الراجل الياباني حاول ان هو اكتر من مرة ان هو يحاول ان يصلح ما بين الطرفين، لحد ما فعلا توشيبا وافقت ان هي تدي التوكيل للحاج محمود العربي. وابتدى الحاج محمود العربي يشتغل بنفس الاستراتيجي اللي هو اتعلمها من وهو صغير من عم رزق، اللي هو بيع بهامش ربح قليل تكسب كتير. سميها زي ما انت عايز تسميها، وصفة، كومبو، خلطة سحرية، بس الأمانة والصبر والتجارة مع ربنا هم أهم حاجات علشان تنجح البيزنس بتاعك. وبس كده يا حلوين، صباحكم دايما بيضحك، ويا رب دايما مبسوطين وسعداء، وباي باي.